كتير بنتسأل ايه افضل، الحشو المعدن الاسود ولا الحشو التجميلي الابيض؟ المعظم بيعتقد ان الحشو الابيض وان كان شكله تجميلي الا انه بيقع ومش بيعيش كتير، لكن الحشو الاسود وان كان شكله مش افضل حاجه الا انه بيعيش كتير. والمعتقدات دي للاسف كانت سبب في دمار اسنان كتير، لان الحشو الاسود وان كان له مميزاته الا انه له عيوب مدمره، واللي من اهمها انه بيتمدد مع العمر، وبالتالي بيبدا يضغط على جدران السن، واللي بينتهي بيها الموضوع لانها بتتكسر حتى وان فضلت الحشوه في مكانها. والمعتقد الثاني الخاطئ ان الحشو التجميل ضعيف وبيقع، هو سببه مش الحشو نفسه، ولكن السبب ان الحشو ده بيتعمل بطريقه غير علميه. لو استخدمنا افضل انواع الحشو التجميلي واتنفذت كل خطوه بشكل علمي على ايد طبيب مختص، فبنقدر نرجع الاسنان لشكلها الطبيعي بحشوه تجميليه قويه وما بتقعش. عشان كده حاول ما تعملش ابدا حشو معدن تاني، ولو عندك حشوات معدنيه حاول تراجع طبيب مختص عشان يقرر لك هي محتاجه تتغير ولا لا. والحشو التجميلي دايما تعمله في مكان بيوفر لك طبيب اسنان مختص في ده. دكتور عمار دنتال كلينكس، اختيارك الأول.